تخيل انك بتروح شغلك عادي وفجأة بتسمع جملة انت مفصول. في اللحظة دي حياتك كلها بتتغير. ايه اللي ممكن اعمله بعد كده؟ تعال نكشف سوا اسرار القانون اللي ممكن تكون طوق نجاتك. تعال في الاول نعرف ايه هو الفصل التعسفي. الفصل التعسفي مش مجرد انهاء للعمل، هو قرار بيهز كيانك بالكامل، خاصة لو جالك بدون انذار ولا مبرر. القانون بيعتبر اي فصل بيتم من غير سبب واضح او من غير اتباع الاجراءات القانونية هو فصل تعسفي. يعني مش كفاية ان صاحب العمل مش محتاجك، لازم يكون عنده سبب قانوني واضح. طب امتى يكون الفصل غير قانوني؟ الفصل بيكون غير قانوني لو مديرك قرر يفصلك لانك مثلا اعترضت على شروط العمل، او طلبت حقك في اجازة، او حتى لانك رفضت تنفيذ اوامر مخالفة. لو تم فصلك بدون تحقيق او من غير ما تاخد فرصة للدفاع عن نفسك، هنا بنكون في حالة من حالات الفصل التعسفي. يعني القانون واقف في صفك. طب لو حصل ايه التعويضات المستحقة؟ ازاي تاخد حقك؟ لما تسمع كلمة انت مفصول ما تستسلمش. القانون بيضمن لك تعويضات عادلة لو تعرضت للفصل التعسفي. التعويض ممكن يكون راتب شهور كاملة او حتى حكم باعادتك للعمل لو المحكمة شافت انك اتظلمت. دورك هنا انك تعرف حقوقك وتطالب بيها من خلال الاجراءات القانونية. طب ايه هي خطوات المطالبة بحقك؟ لو حصل معاك فصل تعسفي، اول حاجة تعملها هي انك تقدم شكوى لمكتب العمل او النقابة بتاعتك. احتفظ بكل المستندات اللي بتثبت موقفك، زي عقد العمل، اشعارات الفصل، واي شهود ممكن يشهدوا لصالحك. الموضوع مش سهل لكن كمان مش مستحيل، والمحكمة هي اللي تحسم القضية في الاخر. وفي النهاية اكيد الفصل التعسفي ممكن يكون تجربة صعبة، لكن حقوقك موجودة ومحفوظة بالقانون. ما تنسوش تشاركوا الحلقة دي مع زملائكم عشان يعرفوا حقوقهم، وخليكم دايما متابعينا عشان تفضلوا على دراية بكل جديد في عالم القانون، وطبعا عارفين ان اللي معاه روشتة قانونية عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشتة ايهاب عبد الله، نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.